مشاهدينا الكرام، في خضم الحرب على إيران، الإعلام العالمي كله مركز الأحداث في الشرق الأوسط أو الحرب الإسرائيلية الإيرانية. قام المغرب عن طريق وكالة بيت المال القدس الشريف اللي كيترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتقديم مساعدات غذائية لنازحي قطاع غزة بدون بهرجة إعلامية ولا تطبيل، عكس قافلة الصمود الكرغولية التي عادت أدراجها من ليبيا. المغرب يشتغل في صمت. المغرب منساش قطاع غزة. العالم كامل مشغول بالحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلا المغرب لم ينسى الفلسطينيين في القطاع. في هذا الفيديو غادي نشاهدوا ارتسامات سكان قطاع غزة وهم كيستلموا المساعدات. وشكرا على المتابعة. نحن كأبناء الشعب الفلسطيني من خلال ما تعرض هذا الشعب لمآسي وهجرة وتنكيل، نشكر حكومة المملكة المغربية حكومة وشعبا على هذا الجهد الذي أعطته لنا من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف على وقوفها إلى جانب قضيتنا وشعبنا، ونقول له شكرا جزيلا للأخوة في المملكة المغربية وهم على رأسنا من فوق، ويعطيهم ألف صحة وعافية، ونتمنى لهم إن شاء الله الرخاء والتقدم، وشكرا لكم جزيلا. فشكرا لمؤسسة بيت مال بيت المقدس على هذا الجهد الكبير اللي قدمته لأبناء شعبنا، فلكم كل الفخر والاعتزاز، وانتم مشكورين، وتحياتنا لكم لكل من قدم أي شيء لأبناء شعبنا الفلسطيني. فإحنا فخر فيكم، وأنتم بكل الاحترام والتقدير لجهدكم العظيم اللي وصلتم له.